حدثتنا النهارده عن ست الحسن والجمال او سندريلا، او في الاعراف القديمه سلسلة وخنفسة، البنت اللي مزجت بين الحسن والعقل والرحمه، وبيها ثبت ان الجمال الداخلي اهم بكتير من الجمال الخارجي. ما كانتش ست الحسن مجرد وجه جميل، والحكمه يا ست الحسن الجمال في الداخل حصن وفي الخارج سلاح، فاستخدميهم هما الاتنين. حكاية مقصورة بتقولها الجدات في كل مكان على مسامع الكبار والصغيرين. العبرة منها ما كانش الفارس اللي على الحصان الأبيض، ولكن الغرض منها كان إن الشخص الكويس هو اللي بيثاب في النهاية. الفارس فيها كان الجايزة اللي حازت عليها في النهاية على صبرها، وبيمثل لها الاستقرار والتخلص من الاضطهاد والمثابرة على الاستمرار. أبوها كان تاجر قماش، ووالدتها توفت وهي صغيرة. والدها اتجوز مرات أب لأنه كان كتير السفر وكان محتاج حد يرعاها، كان محتاج لها أم بديلة، لكن خطته فشلت لأن الزوجة الجديدة ما صانتش الأمانة. توفي الوالد واستمرت زوجة الأب اللي ما رحمتش وحدتها، وحاولت تعلي بنتها الأقل حظا في الجمال والمعرفة على بنت جوزها من غير ما تبص لمصيبة البنت ووحشتها. قالوا جالها عصفور أخضر ظهر من غصن ياسمين اللي كان آخر حاجة ليها من والدها، وكان آخر حاجة طلبتها منه، وهو اللي ساعدها. وروايات تانية قالت كان عندها بقرة بتخص والدتها، كانت بتساعدها وكانت بتديها الأكل اللي مرات أبوها بتديه لها وبتبدله لها بأطيب أنواع الطعام. ولما عرفت مرات الأب ذبحت البقرة علشان تزود من وحدة البنت. واستمر الدعم والسحر لما زرعت ست الحسن على رفات البقرة شجرة طرحت وأصبحت ونسها. بعتتها مرات الأب لأمنا الغولة، أو ما يعرف في الرواية الغربية بالعرابة أو الجنية، ولكن كانت أمنا الغولة رمز للشكل والمأثور عن الشخص، مما لا يعني الضرورة صحته. يعني مش شرط عشان احنا عارفين حاجة عن حد يبقى هو ده فعلا الواقع. كان غرض مرات الأب إنها تخلص منها، لكن حصل العكس بسبب حسن معاملة ست الحسن لأمنا الغولة. أغدقت عليها بالنعم والذهب والياقوت لما نزلتها البير، وجاءت تحية ستنا الغولة الشهيرة: لولا سلامك سبق كلامك لكنت كلت لحمك قبل عظامك. حاولت مرات الأب إنها تبعت بنتها على أمل إن هي تقابل نفس حظ